جبت لك بلا غادي يحمر لك وجهك قدام عائلتك في هذا رمضان، وغادي اللي دوقه يطلب الوصفة. السلام عليكم البنات. اولا صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نشوفوا الوصفة كيف حاجة الاولى نجيبوا مقلة اللي غادي نوجدوا فيها لاصوص تاعنا. نديروا دجاج يعني لي مورسو اللي عندك. انا درت صدر مع الكويس، بصح لازم نديروا صدر باش تشوفوا من بعد غادي نديروا به. نديروا لهم شويه تاع الملح ونخلوهم يتقلاو حتى يدوا لنا هذيك لا كولور الدوغي ديك الشابه. ومن بعد هنا مباشره ندير هذاك البصل اللي كنت رابيته في الاشواغ ونخلوه حتى يدبل. كي نشوفوا البصل تاعنا بدا يدبل، شوفوا لي هذاك الدجاج لا كولور الشابه اللي داها، خلوه كيما هكا البنات يتقلى بيان كيما راكم تشوفوا. شوفوا لي هنا البصل بعد ما دبلش نديرو، غادي نجيو نديرو المغرف تاع لا موطارد، هي السر في البنه تاع لاصوص تاعنا. نحلوها شويه مع هذيك البصله ونجو نديرو لي زيبيس لي هما القزبر مطحون، الثوم بودره، الكركم، الزنجبيل، الفلفل الاسود الحرور اللي هو الحرور، والملح. نخلطوهم كاع ونديروهم في هذيك المقله تاعنا ونخلطوهم مع الدجاج والبصله، وبلا ما ننسو العود تاع القرفه. نحركوا بيان ونجو مباشره نمرقوا بالماء حامي. كما شفتوا انا هنا ما غطيتش كاع الدجاج باللاصوص، مي يعني درت كميه مليحه من لاصوص. علاش؟ دوك تشوفوا من بعد غادي ندير بها، باسكو غادي نسحقها نقلع منها شويه، ولي تبقى غادي ندير فيها الحمص. شوفوا هنايا بعد ما طاب لي هذاك الزدر تاع الدجاج نقلعه في طبسي، ونجي هنا ندير هذاك الحمص تاعي اللي كان عندي طايب. يعني غادي نخليه واحد 5 مينوت 10 مينوت ماكسيموم، يزيد شغل يتشرب لي هذيك النكهه تاع لاصوص مع هذاك الكويس، وتكون لاصوص تاعي واجده وتكون خاطره وشابه. وهنايا في هذا الطبسي شندير نجيب هذاك الدجاج اللي بعد ما طاب، شوفوا نقعد هكا نفتت فيه بهذوك لي فورشيت حتى يولي هكا قطع صغيره. ومن بعد شندير نجي نقلع شويه من لاصوص اللي طيب فيها الدجاج ونفرخها على هذاك الدجاج اللي فتتناه، هذاك يعني البلونج بولي. وهنا بعد هنايا نكونوا طفينا ديجا على لاصوص تاعنا. وهنا البيض يعني تبقى حسب الكميه اللي راكو دايرينها. انا في هذه الكميه درت 3 حبات بيض. شوفوا هنا طاحت لي هذيك القشره تاع البيض، نتوما تاني حرزوا يعني الا صرات لكم. قلت لكم انا في هذه الكميه درت 3 حبات تاع بيض كما راكم تشوفوا. نحرك بيان حتى يولي لي هكا الخليط جاري كما راكم تشوفوا فيه. هنا نديروا شويه تاع الملح، ما نكتروش على حسب البيض اللي رانا دايرينه، شويه تاع الحرور اللي هو الفلفل الاسود، وشويه تاع التوابل العطريه. انا درت البازيليك اللي كان عندي. وهنايا نجو نديرو لا فارين. درت المغرف الاولى ودرت معاها نص مغرف تاع لا ليفور شيميك يعني الفرفاره، ونبدا نخلط. وانا هنا راني نخلط نشوف لاباغي تاعي اسكو راهي ثقيله ولا خفيفه ولا مازال خصها. كما كنتوا تشوفوا هنا زدت نص مغرف تاع فرينه مع نص، هنايا زدت نص مغرف واحد اخرى، يعني في كاع هاد الكميه درت 2 مغارف كبار تاع لافارين. يعني درت 2 مغارف كبار تاع الفرينه. ولازم انت عينك يا ميزانك هكا الخليط ما يكون جاري ما يكون ثقيل باش هكا يجينا خفيف. شوفوا هنا نجيبوا هذوك لي مول تاع لي مادلين تاع السيليكون اللي عندك، وتحطيهم في ان بلاطو اللي يدخل للفور. ومن بعد نجو نحطوا هذاك المول تاع السيليكون ونفرغوا فيه هذيك داك الدجاج اللي درناه. وهنايا في كل حبه غادي ندير دي مورسو هكا تاع الفرomاج بورسيون كما كتشوفوا. ومن بعد هذيك لاصوص اللي تبقى لنا في كل حبه نديروا مغرف من هذيك لاصوص، يعني نشمخوهم شويه ما نخلوهمش ناشفين كما راكم تشوفوا. يعني هذاك الخليط نوزعوه كاع على هذوك الحبات اللي راهم في السيليكون. ومن بعد هنا من الفوق نجو نديروا لها الفرomاج غابي. انا درت هذا 3 فرomاج نشريه من ليدل كما راكم تشوفوا، ونديروا هكا فوق كل حبه نديروا شويه تاع فرماج. وجيت هنايا زينتهم بالزيتون، ويعني هذا التزيين يبقى اختياري. وهنا نكون سخنت الفرن على 180 درجه نخليهم يطيبوا من تحت. كي نشوف الحواف تاعهم حمارو نشعل عليهم من الفوق ونخليهم هكا يدوا لي هذيك لا كولور دوغي
الشابه. وشوفوا هنايا بعد ما طابوا كيفاش خرجوا، الله يبارك، خرجوا خفاف كي القطن. وشوفوا كيفاش تحمروا، خرجوا ما شاء الله. شوفوا هنايا يعني نوري لكم، نجو نقدموهم في صحن التقديم. نحطوا هذيك لاصوص تاعنا اللي طيبنا فيها الدجاج مع الحمص وهذاك الكويس تاع البولي اللي كنت حمرته في الاير فراير، ونجو نحطوا هذوك لي مادلين تاعنا الشابين الخفاف البنان. صراحه انا ابهرت ضيوفي بهذا الطبق، يعني عجبهم بالبزاف. شوفوا زينته بشويه تاع المعدنوس. وما تنسوش كيما العاده الا عجبتكم الوصفه خلوا لي جيم وتعليق شباب واشتركوا في القناه هكا باش يوصلكم كل ما هو جديد. ومع السلامه.